جدعان، الناس اللي كسبوا في اخر الفيديو عجلة الدوارة والكلام ده كله، عجلة الحظ، كل ده كان في اخر الفيديو. فاتفرج على الفيديو لاوله لاخره علشان تشوف مين اللي كسب، واللي كسب يدخل يكلمني، وباذن الله الهدايا توصل لغاية عنده. ويلا نخش على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد. طبعا جالي التعليق ده. فهو عايز بقى يعرف السمان لإنتاج اللحم. ما تتكلم على السمان لإنتاج اللحم يبقى هتبعد البوبوايت والملكي والكلام ده كله، إن أنواع السمان كتيرة جدا زي ما انتوا عارفين. طيب، معاك اللي يتاكل عندك الياباني، وده مش هنتكلم كتير عنه في الفيديو. بعد كده الحبشي، بعد كده الهجين، بعد كده البيور، بعد كده التكساس. ممكن يكون في انواع تانية بس الله اعلم. انا بتكلم على المعروف في مصر عامة. طيب، عندك الهجين والحبشي. الهجين والحبشي قبل ما نتكلم فيهم هتكلم نقطة عن الياباني. الياباني قليل جدا في مصر، قليل جدا في مصر، لونه اسود كده مايل للرصاصي، بس حجمه صغير جدا. هو اقوى مناعة من حيث السمان، لكن حجمه صغير جدا في الجرامات. يعني ممكن تلاقيه 150 جرام، من 150 جرام، اللي هو مش هتلاقي قد كده في لحم. هنخش على الحبشي والهجين. الهجين والحبشي عمر 30 يوم لو هتيجي تاكله. الهجين والحبشي بيعمل من 170 جرام ل 220، من 170 ل 220، والله اعلم. انا بقول لكم على الحاجات اللي بشوفها انا. 30 يوم بيعمل من 170 ل 220 جرام. ده الحبشي او الحبشي والهجين. تمام. ده سعره بيبقى من حوالي الجوز 50 جنيه ل 60 جنيه، يعني بيتراوح سعره ما بين الحاجتين دول. ده في انتاج البيض. في انتاج البيض ممتاز جدا، روعة الصراحة. وليه كذا مميزات زي المناعة بتاعته قوية جدا جدا جدا. طبعا لو تتكلم عن الاكل فالسمان كله بتاع اللي هو للذبح سفاح اكل. بعيد عن الياباني. انا بتكلم عن الحبشي، بتكلم عن البيور، بتكلم عن الهجين، بتكلم عن التكساس. سفاح اكل بس مش للدرجة اللي في بالك. طيب، عندك البيور. البيور لما بيوصل 30 يوم، تمام، البيور لما بيوصل 30 يوم بيبقى من 250 جرام ل 310 جرام. في حاجات بتعدي، في حاجات بتعدي. انا بتكلم على الفرد، انا بتكلم على الفرد. تمام، من 250 ل 30. طبعا ده لو انت بتعمله تسمين والكلام ده كله، لو انت برضه عايز تاكله على عمر 30 يوم. طيب، بالنسبة للبيور سعره بيتراوح من 75 جنيه تقريبا، وفي ناس بتبيعه برضو ب80، وفي ناس بتبيعه ب70 والكلام ده كله. طيب، البيور برضو جميل جدا 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 صراحة، ممتاز ولحم حلو. عامة الحاجة اللي لونها ابيض بيبقى في الاكل تحس تفتح نفسك اكتر. فرنسا لما جيت انتجت اللحم الحمامة اللحم الفرنساوي، فكرت انها تعمل، لان اللحم الفرنساوي ده هجين، فكرت انها تعمل حاجة، اهم حاجة تكون فيها اللحم لونه، الريش واللحم لونه ابيض علشان تفتح الناس الاكل. تمام. وبعد كده فكرت انها تبقى حمامة منتجة، تبقى حمامة تلحم العش والكلام ده كله، تبقى حاجة حمامة حجمها كبير طبعا، فاهمين قصدي. الحاجة اللي لونها ابيض بتبقى احسن. تمام. في الاكل، انا بتكلم في الاكل، انا ماليش دعوه بالبتاع ده، انا بتكلم في الاكل. طيب، نيجي في التاكسز في ناس ياما بتتلخبط ما بينه وما بين البيور. طيب، انت ازاي تفرق ما بين التاكسز والبيور؟ ان انا ذات نفسي قبل كده اتضحك عليا فيها الحته دي.
علشان تفرق ما بين التاكسز والبيور مش هتيجي صراحة معاك غير ميزان. اسهل حاجة طبعا التاكسز اكبر، بس ممكن يكون واحد يبيع لك بيور على اساس ان هو تاكسس صغير، فاهم، على اساس ان هو تاكسس صغير في السن. يعني مثلا يقول لك ده عمر 20 يوم، وهو اصلا تاكس بيور عمر امهات، ممكن يكون امهات كمان. انت فاهم قصدي انا بتكلم في ايه؟ طيب دي النقطة اللي انا بكلمك فيها من حيث بتاع ده. طب الوزن بتاع التاكسس، الوزن بتاع التاكسس من 300 لفوق. الوزن بتاع التاكسس من 300 لفوق. الوزن بعد ال 500، بعد ال 500 انا اسف، الوزن بعد 60 يوم بيوصل لل 600 لفوق، بيوصل ل 600 جرام لفوق. عشان كده التاكسز محبوب جدا. التاكسز من اجمل حرفيا السمان بسبب ضخامته وسرعة انتاجه. هو بيبيض بيضة كل يوم، وساعات بس مش ياما انه يبيض بيضة يوم ويوم لا. تمام. اما تلاقي اكتر من كده لا، ما فيش مثلا سمان تلاقيه بيبيض بيضة يوم ويومين لا والكلام ده كله. لا، هو يبيض بيضة كل يوم، يبيض بيضة كل يومين. فاهمين قصدي؟ بيضة يعني بيضة يوم ويوم لا، انا قصدي كده يعني. تمام. اتكلمنا عن السمان في الانواع بتاعت الاكل. هتيجي مثلا تتكلم عن السمان. طب انا ايه اللي هيخليني اربيه؟ اول حاجة السمان بسبب الفايدة بتاعت البيض بتاعه، والفايدة بتاعته هو ذات شخصيا، وغير طعمه طبعا، غير طعمه. لان انا ما بحبش اتكلم عن الطعم في الحاجات اللي زي دي، لاني في ناس تيجي تقولك انا مثلا ما بحبش طعم كذا، انا مثلا ما بحبش طعم كذا، فلا انا مش هتكلم عن الطعم، انا هتكلم مثلا عن الايه، عن الفايدة. ففايدة السمان كبيرة جدا جدا جدا، من اكتر الفوائد في الطيور عامة السمان. ممتاز 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 لدرجة رهيبة. فاهم؟ مطلوب جدا. عشان ليه؟ علشان هو فوائده كتير. طيب نصيحة مني انا لاخ كبير او صغير او قدي او اي حاجة، يعني المهم نصيحة مني انا، لو انت هتجيب او هتعمل او الكلام ده كله، فيا ابن الناس ما تغلطش نفس غلطتي لما جيت انا جيت اعمل من غير ما ابص واعرف ده تاكسز ولا بيور ولا حبشي ولا الكلام ده. طيب الاذان، الله اكبر الله اكبر، الاذان يخلص وبعدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آية سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه الله مقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. طيب هنخش في ايه بقى؟ في انت عشان تشتري ما تغلطش نفس غلطتي. انا جبت من واحد معرفوش، تمام، بعد كده ما اكتشفت ان هو ما بيبيضش، تمام، ده في الاول خالص. بعد كده جبت بيض وطلع في الاخر مش مخصب، تمام، بايظ اصلا. بعد كده جبت سمان طلع بيقول مش تاكسز. فانت عشان تشتري توزن الاهالي، تروح واحد معاه خبير او تروح بالميزان توزن الاهالي، وتاخد من الاهالي دي عيال يعني كتاكيت يعني، تمام، عمر مثلا 10 ايام، ما بين 10 ايام و20 يوم، تمام، علشان ممكن يديك امهات جوز شغاله، امهات بيض بس تقعد لك شهر ولا اقل من شهر وتوقف بيض. فليه؟ ما لهاش لازمه. انت تاخد احسن من عمر 10 ايام لعمر 20 يوم. ليه؟ لان السمان بيقعد 45 يوم بعد طلوعه للبيضه، وبعد كده بيبيض. طيب واتساب مان، ايه الهبل ده؟ احنا دلوقتي هنقول فيديو الهدايا دلوقتي، تمام. نحط الاسماء. اول حاجه اول اسم معانا كان الكينج لوفي، هنطلع دي بس فوق شويه. واخر واحد معانا هو النبطشية.
النبطشية. يلا بينا. بص يا جدعان، صلي على النبي عشان وقت الفيديو ما يطولش. اول 5 هيطلعوا هم الكسبانين. تمام، اول واحد كسبان ايه، ما خلاص. اول واحد كسبان محمد أشرف. أول واحد كسبان معانا. تاني واحد كسبان كرم. طبعا ايه، احنا لازم نشيل ايه اللي كسبه، كرم ومحمد أشرف. تمام، بابجي. تمام يا جدعان، صحاب الاكونتات ده يدخل يكلموني. ها كده بابجي. جمال الحمام 4. جمال الحمام. كده ما فاضلش غير واحد، ما فاضلش غير اخر واحد. يا ترى هيكون مين؟ يا ترى هيكون مين؟ يا ترى هيكون مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا ترى هيكون مين؟ بتطولي اوي انت. علاء السيد. علاء السيد 5، وهو علاء السيد. طبعا لو في حد ما استلمش من الناس دي الهدايا، يعني مثلا قال لي خلاص انا مش عايزها عشان مثلا بعيد جدا او الكلام ده كله، طبعا في حد تاني هنعمل قرعة، واللي كسبوا خلاص، واللي ما كسبوش هنعمل حد تاني وهنكسب حد منهم. تمام كده، اللي كسبوا معانا محمد أشرف وكرم وبابجي وجمال الحمام وعلاء السيد. ويلا بينا نخش على الفيديو، او معرفش الفيديو عدى ولا صراحة مش عارف.